صلى الله عليك يا نور يا خير من في المنازل يا رسول الله أنت النور. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف المرسلين سيدنا محمد ذي الخلق العظيم وعلى آله وصحبه الطيبين والطاهرين والتابعين على نهجهم إلى يوم الدين. شلون درسلق وتوصل ليقول ميتة القاضي عيادي رحمه الله تعالى الشفاء لتعريف حقوق المصطفى يهدو جيدر. القسم الأول حلقة داقة في تعظيم العلي الأعلى لقن وولش تخلق وولش دال لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم ويجملي درج دز درجحدق قولا دشجحة وفعلا بالغجحة. قال القاضي الإمام أبو الفضل رضي الله عنه دياريس خلصنا القاضي عياض ينطق لا خفاء قيل يحق على من مارس شيئا من العلم علما نغرى حمدي شاول شنته أو يخص قاست يول بأدنى لمحة من فهم قيت مغر سكزج يولجول أيلت بتعظيم الله جل وتعالى وزي وقا وجدال قدر نبينا عليه الصلاة والسلام ويبيه مري درجة دز دي خلص وخصوصه إياه دال إسقاست وخلص بفضائل تزلشس ومحاسن خزلينشس ومناقب درجشس لا تنضبط كردو دجدواتس لزمام درستن اسفير دير سيا والقواتش وتنويه تيسر مشدال خواستم ايبرس لعظيم قدره تندقش درجن بما تكل عنه الألسنة والأقلام بقر محتاج قال مج شيغر قلدس جنس. فمنها تاريخ ما صرح به تبارك وتعالى وزي وقت مشدال أبقى حوار في كتابه في قرآن ونبه به تنس دال سميقا على جليل نصابه تندقش درجنت نصابه المنسب مع الدوجة وأثنى به عليه اسمه مشدال تنتخص خواست من أخلاقه تنغلقه أحواله الباطنة مع دوجلس وآدابه تنقوش دوجلقه وحض العباد دال شيلي ستربا على التزامه تغطوس بلرنته وتقبل إيجابه تواجب دشت أدوش دوجلو حمطي يتسرنتها فكان جل جلاله أزبسهم ديل خلق هو الذي تفضل سنتها أزيوخ كموشويار وأولا تنتهى أزتيخ حق دولش ولا قدوش خلق النقير أزدير يوش دياسم غلطن شيندر ستيخ حق دولش خنورو ديك تندى ثم طهر وزكى تحق اسبايمر صلى الله عليه وسلم تنوى توابع ثم توضيها مدح بذلك تحق شي تندى دوش ديك تاني أز مقوى وأثناء تنتهى خصوص تنبى ثم أساب عليه تحت انتهاء ميلبن بيقم با الجزاء الأوفى تخبزا تخواتش بوزبو بيقم فله تو الله يختق الفضل كما شو بدءا يحنس اس كما شو يزول ولرجح وعودات ايات وتهغا يخو اس كما شو يجي يختبر زرجح والحمد خاصتم أولى وأخرى دنيا شوح قيمتين شوح. ومنها تاريخ ما أبرزه للعيان وسخموش دال بعد قوش خارج من خلقه تبايمري صلى الله عليه وسلم قل مخ على أتم وجوه الكمال والجلال قدش لين وزل لين تخ قدش دولج دول ناقشته وتخصيصه دال أز قاستور بالمحاسن الجميلة خوز يولجو خوز لينش والأخلاق الحميدة خوز تمي دوج دو غلقش والمذاهب الكريمة ازدي دولج دول
ناقشت والفضائل السديدة نيش دولش دوزولش وتأييده دال أجعور بالمعجزات الباهرة أقال الجول قدش يوجو معجزات والبراهين الواضحة بالقل دوج دليلش والكرامات البينة بالقل يوجو كرامات فهم لهذا صلى الله عليه وسلم المعجزات شيء أول خارق العادة تقول التي كرامات جرج شاهدها من عاصره تنزامن جهنيس وانشو أجين ورآها أجين من أدركه تنتقين شو وعلمها أشخين علم يقين بوقن سخارخ من جاء بعده تنتحوين شو حتى انتهى علم حقيقة ذلك تنا دخار حقات إلينا ويك وفادت أنواره تنرج علينا وانتهى التصوت صلى الله عليه وسلم كثيرا وعصمش دالة تنته صدوت سلم دقطوط حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الحسين ابن محمد الحافظ لسات رحمه الله تعالى قراءة مني عليه آزت سنته عديش شناقته يخ القاضي عياض رحمه الله تعالى قال سيان حدثنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار وأبو الفضل أحمد بن خير يخجو شيخه لساته قال شنيات حدثنا أبو يعلى البغدادي قال حدثنا أبو علي السنجي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى بن ثورة الحافظ قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيمر خبر أتي بالبراق طوالرس ليلة أسري به أسبايمر صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وقعد سيقل واقج بيسن ملجمة درست بقي الله تعالى مصرجة نور الله تعالى فاستصعب عليه سبايمر صلى الله عليه وسلم يحنس خلي الرأس فقال له جبرائيل الملك عليه السلام ألرسنك أبي محمد تفعل هذا محمد أختي بارغلق ليوضع فما ركبك أحد أكرم على الله تعالى منه هنا تحتمت شينو الله انتهى صلى سيدول شهور قال ألرس فرفض عرق براق أخيتا حتر عيخرس الباب الأول حلق الباب في ثناء الله تعالى عليه يسخن وجدال تنتهى خاص برجحد وإظهاره عظيم قدره لديه صلى الله عليه وسلم شين قرقرات الضحك درجة يسخن وجدال وجدال قرقح يعلم عنها أن في كتاب الله العزيز يسخن وجدال ضحك كتاب آيات كثيرة دق آيات جدا مفسحة سادة بيغلدش بجميل ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم شبه مدي خاصتم وعد محاسنه تنخص لي نجاء دقرير وتعظيم أمره تنبول باقبر وتنويه قدره تندرج خاصتر أيدر اعتمدنا منها سارغ ويتتيزات على ما ظهر معناه وبان فحواه شي معا بيغلدان شي تشبات بيغل خنشن وجمعنا ذلك أزوي بلدر في 10 فصول اتفصل الفصل الأول حلق الفصل فيما جاء من ذلك تصور دين شنجحدق مجيء المدح والثناء أسبايمر صلى الله عليه وسلم مغوش خواست وشناقتها وتعداد المحاسن سنخوز لنجي دقر شناقتها كقوله جل وتعالى بزي وقا وشوت وديال دشختر لقد جاءكم رسول من أنفسكم شقومينو شنديل مشغول جواب إلش عزيز عليه تنتي خلدولش ما عنتم شان خلدينر حديث عليكم شانتها سوتر وولش بالمؤمنين إمدلاش ناخذ رؤوف الرحيم أخيتمي وولش رؤوف يعشنجها مبالغة درقوي قال السمرقندي
إمام أبو الليث السمرقندي شوينت رحمه الله تعالى إمام أبو حنيفة المذهب غولش عالم سكودير تنبيه الغافلين يخجويتك وردين دوجدو جيني مؤلف وكير وقرأ بعضهم تصحبوا شاديشات تصحبوا القروة أجديشات من أنفسكم يعني قراءة شاذة هدس بفتح الفاء فعل فتح من أنفسكم أن يرج شو يعني قيرتخ بزغ شارع أمان خلص وقراءة جمهور قراءة متواترة دوجد قراءة بالضم ضمست من أنفسكم يرج قال القاضي الإمام أبو الفضل رضي الله عنه القاضي عياض ينطق أعلم الله تبارك وتعالى بذي وقت وشداد المؤمنين إن بلاشناها خيتر أو العرب يا عربشت أو أهل مكة يمكن أهلشت أو جميع الناس يمصبوش ناخك خيتر دال على اختلاف المفسرين تفسير عالم نخ باش بولون انته تساريولش خلاف انتهاء من المواجه بهذا الخطاب حمسو خطاب الثاني بس هو ديال شوش كبير زارش ملج بيان اش باش بولون ساشر امدلانق بيان ساشر عربي بيان ساشر مكن أهو بيان ساشر مصبول له بيان أنه بعث فيهم تارجه رسولا إلشوي داخل من أنفسهم تارجيغ مشخر يعرفون السانوزش ويتحققون مكانته تنسيد المهتك تنتشمي خوش ويعلمون صدقه وأمانته تنبقلير تن أمانة تنخوش فلا يتهمون سارسن دقبو أنسبش بالكذب خاص ليرس وترك النصيحة لهم شوشت ديكدرلار شوش ثاني دوك ويلز انخلر شوش سر نصيحة دتا اسخلر سارسن دقبو أنسبش لكونه إسبايمر خلرا صلى الله عليه وسلم منهم صادق وأنه لم يكن في العرب عرب اشتقي قبيلة حتى يبخن صغر إلا ولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيبا دير إلشنته صلى الله عليه وسلم ولادة اسمال وحقر داقلات سردول جمار أو قرابة يقرقضوا وهو عند ابن عباس وغيره ابن عباس رضي الله عنهما اشتق شاقرق معنى قوله تعالى لكم ديل ديش المعنى لكم ديل ديش غبودر إلا المودة في القربى يخشدو وكونه أسبايم الخضر صلى الله عليه وسلم من أشرفهم تانيكتخ سيدول شارع وأرفعهم تانيكتخ لقب شارع وأفضلهم تانيكتخ بزغ شارع على قراءة الفتح تو فعل فتدش قراءة انتهى من أنفسكم يخشدو قراءة وهذه هي نهاية المدح دال أسبايم صلى الله عليه وسلم مقورنا شكل يقر قصوته كمال مقور في الضيوت ثم وصفه بعد تحقد على كسترسن بأوصاف حميدة خاصة من دكوساش وأثنى عليه سنتها بمحامد كثيرة دق خاصة مش سدال خاصة مش سنته من حرص إسبايم صلى الله عليه وسلم ستر خلق على هدايتهم وجنيس بلنته ورشدهم وجنيس بلنته وإسلامهم سابوس بدنتية سنته وشدة ما يعنتهم أشخلق أطبش دوش دهم ويدر بهم تسان زيني دوش دهم في دنياهم وأخراهم دنيا شوح قيمة تنشوح تسان خل دوش دهم خل خلص وعزته إصداق قلص عليه سنته ورأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم ذلك يلشق أخيتمي خلص بمؤمنيهم تاريخ إمد الله شارس قال بعضهم صلى الله عليه وسلم أعطاه اسمين من أسمائه بسم وشدال شيت أرشخر شيت يلر بيمنا صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم ومثله السند في الآية الأخرى قبل الآية قوله تعالى لكم ديالدش لقد من الله دا ديك مدات على المؤمنين إبدلاشنا أنت إذ بعث فيهم تارجة وهي تاجخان رسول إلش من أنفسهم تارديغ مشخر وفي الآية الأخرى سياق آيتك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعني بس ديالوز ديشنت يازو دنز بوجبا عربشكها رسولا منهم سارغ إلش وقته الآية دقص وقولهم تديردوش كما أرسلنا فيكم شجاع وهو يترغتر رسولا منكم شور ولجوال إلش وروي ديسات عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber'e suditser yani fi kavlihi ta'ala lakin valde deşigaha min enfusikum yahjdu. Qala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi müşkir wal emandes nasaban habanış muttiga. Wa sihran zohulun tiyojos görgölmanga wa hasaban داء يول جولش سيلا لينجا ليس في آبائي سداشكه من لدن آدم بيمر قردنت عليه الصلاة والسلام شفاع إيلق اللي لدي بعجل تهي ما يقري داس كلنا نكاح تددقش سبدق دي سبدق نانوي شرعي ناقتها ما بينبه عاشق كتاب وينات قال ابن الكلبي سنت ابن الكلبي محمد بن سائب أبو النصر يا شوير مؤرخ وش نصابه وير نصب يخش عقيد شان عالم سجوا با شوز ياهل خشر تقل عالم سجوا تسويخ عربي نصب وش عروض شان سجوا كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 بايمري ده صلى خبانان يازر أس فما وجدت فيهن سفاها تنان وشكات حني جها إيلي اللي لدي بعجل تهي مالك يقري فوردين درسون ولا شيء يتأهم مما كان عليه جاهلية أهل وشين تهخندش خارج علي الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس اللي في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين يهدو سجدش بوشارجها حقستر جو الله يهدو قال سويان من نبي إلى نبي سنبا يمرقر قشبا يمرق والردس حتى أخرجك نبي اسمه شدال حبا يمرق وجدي حرفه ما هو حقلت. وقال جعفر بن محمد يعني جعفر الصادق محمد الباقري وأخن دار سلطان محمد الباقر علي زين العابدين وأور علي زين العابدين حسين بن علي وأور دار سلطان مسارش دار سلطان علم الله تعالى دل خير عجز خلقه شي خلق كالدسر عن طاعته شي متخلق فعرفهم ذلك دال أخي ترسانس لكي يعلموا تنخلدوش أنهم شواشش لا ينالوا ملحجي شواش قوش لبوات شخلر الصفوة من خدمته شين غلق درق دم دير دوش غلق درك فأقام بينه وبينهم شين ثاني مخلوقا من جنسهم تار جنس دو خلق يقي وتردال في سورة جها تار جنس دو ألبسه من نعت بسم وجدا شي كتغر تسنة الرأفة والرحمة قخية تبيخر قخية حرش برسوخ وأخرجه إلى الخلق خلق قال يقرز دال سفيرا يقي وتبجول إلتشول شانه صادقا بقولش وجعل طاعته تم متخلر طاعته شي متخلر ديردال وموافقته تم طامبر تم تهوارزر موافقته شي دين تهوارزر فقال تعالى تمشدال يضر من يطع الرسول وإلتش المتخلر فقد أطاع الله متخلر وقال تعالى تمشدال يضر وما أرسلناك أخوه تاوات إلا رحمة فقخية بولش حاله ما للعالمين عالما يا رحمة يا حال خلر انتهاء إعراب دلتر وجدوهن مفعول له خلر انتهاء إعراب دلتر وجدوهن إلا رحمة قخية بردهما للعالمين عالما شيء احتمال ده كويسين. قال أبو بكر ابن طاهر وأنت رحمه الله تعالى زين الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم رسم وجداد محمد بيمر خزبر بزينة الرحمة قخية من خزلت فكان كونه أصبيمر صلى الله عليه وسلم ما غوالر الدنيا جو خلر رحمة قخية مخلر كونه يهر أميتشكي كان تام دولجده وجود معنى دولجده وجميع شمائله وصفاته تندرج غلقش تندرج كتاج رحمة قخية مخلر على الخلق خلقا فمن أصابه شيء من رحمته
تنقهي تمغرة حمشي كاتشا وجوسج هو الناجي في الدارين دنيا شق إمتن من كل مكروه هو ملضوج حمك أظهر يعني الرزق والواسل فيهما دنيا شق إمتن شق كاتشا إلا كل محبوب ديزج ملضوج حمك ألا ترى من قلت أن الله تعالى رب وجدال يقول يا خشقدر وما أرسلناك وحوه توات إلا رحمك أهي تنبوش حال حمال للعالمين عالما فكانت حياته تندين خلر رحمك أهيتم خلر ومماته تنقلخر أو رحمك أهيتم خلر تن أمتا كما قال صلى الله عليه وسلم قيمر وما أغلري حياتي سودين خلر سوشانك يواخر خير لكم شاندك ردشان وموتي سقلخر خير لكم شاندك ندشان وكما قال صلى الله عليه وسلم قيمر وما أغلري إذا أراد الله رحمة بأمة اسمه الله سن أمة قخية بذكر ليش قبض نبيها قبلها أمة الخلق دالة أمة بيمر لأيت فجعله لها فرطا وسلفا اسمه دال اسبيمر تشي أمة حال دعوها تان قلقي لكي تجور تان شفاعة تجور تاري حال دعوها رودال وقال السمرقندي إمام سمرقندي سانت أبو الليث السمرقندي ورقص طور البيسا والقباء قوزت وليت لخشر تقلها عالم سيقورس بحر العلوم يخجى تفسير دسن شو تفسير شو هاي شو رحمة للعالمين يخج دولة ديال ديشن تفسير يعني لوطن للجن جنشت والإنس أدمشت وقيل لجميع الخلق تبقيش خلقا أخية بأس للمؤمن إمدلا سجا رحمة أخية بأس بالهداية دال إمدلا سجا نيسورس ورحمة للمنافق منافق سجا أخية بأس رحمة يخشى دا نسبة دا محكي دور دا إعراب تسته ورحمة للمنافق سجا أخية بأس بالأمان من القتل دنيا شها ويرق أز ماش خلص ورحمة للكافر كرس سجا أخية بأس بتأخير العذاب أسباب صلى الله عليه وسلم ثاني كي ولد شانه ثان عام دور دا عاد تصدق بسوش دا عازب تحت الترس قال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس دارس ثان هو أسرهم قخيدا للمؤمنين إمدلاشناها والكافرين كرسناها إذ عوفوا دا الأجماش بترا مما أصاب غيرهم كشرك كاشا دولش دوش دقي بالغ من الأمم المكذبة حلقنا شوي بايه مرجع خاص بيج أمته وحكي ديسات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام بايه مرو جبرائيل الملك خاتر يعني هل أصابك من هذه الرحمة شيء دا لبوتش بوشتوك أخي تمخ حوك حم قياشادي قال ألرسو نعم قياشاد كنت أخشى العاقبة سيبوغ دهني نغا قيرج درسو فأمنت ماشي ديالرسو تحق لثناء الله تعالى علي أسموش دالا سونتح خص تنبدا بقوله حوك دوست ديالوج القرآن شوشيان دوج دشت ذي قوة شغل دا عند ذي العرش عرش دا ولج الله قرك مكين الله خم يموت يولش مطاع ثم تسجلين نشكح ملك اشتقي ملك الشين مطاح دولش أمين ماش دولش وروي ديسات عن جعفر بن محمد الصادق جعفر الصادق رضي الله عنه في قوله تعالى ديل دشجع فسلام لك من أصحاب اليمين يخرج دول أي بك ما عنده جدد سمية تشكير لك يخرج فسلام لك من أصحاب اليمين أي بك حب عنده مارشوية إنما وقعت سلامتهم تان مارشو يجر تان مارشو كاشد من أجل كرامة محمد صلى الله عليه وسلم بايهم ودي سي بحندوش بايهم ودي الله خم بحندوش يعني وقال الله تبارك وتعالى بزي وقم وشدان الله نور السماوات والأرض سيقلي لات نريد شوروس قال كعب وابن جبير كعب ابن جبير المراد دوجدر بالنور الثاني شلو دوجدر نورتse مثل نوره يخش دوجدر نور دقس هنا عوز محمد صلى الله عليه وسلم وقوله تندش مثل نوره نور كتسها أي نور محمد صلى الله عليه وسلم
محمد بايغمري نور كوتس أمانس. وقال سهل بن عبد الله التستري زين سلفي خن وق شيء ورقر المعنى معا الله هادي أهل السماوات والأرض سيغليني لاتن أهلوي نسبة شورو. ثم قال تخيالر سو مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم محمد بايغمري نوري كوتس إذ كان خنجان مستودعا في الأصلاب ده بوكو مشكاولجان كمشكات تا بينغ دولج دولا كيرم چوت بيش دولج كورج اختردر halk en zaman işkeha kirim çuvat beşi piynak ça korki dokuşan çuç kirim da çuvat bi kezga aq sani da oluşaniz sedul dikhu gyoş ve arada bil misbah kirim tsleysin qalbuhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dok ve zucaca ço kezga aqa yolu ço نجاسن از بوسياغر جي والي لقي اتي وجولان كل نجاسن از بينا دولج دول كورغي دولي مشكات تاعين جها تفسير عالم ناخ شو شبه تاچاليان دا بينا از كيرم داچ اوت بي بوج دوكش دوج دو زمي كورغي دز تاچاليان دا ويك ان ليل جولو بوسياغر جيرشه سوجاجه نجاسن و از بوسياغر والي لقي اتي وجولان كلس نجاسنا وإزبينا دولدو كورك دان والي إز مشكايا زوجاجة إز كزغ يولجول إز كورك تاقولجول هم بولس زوجاجة تتسو كزغ آغنغ سلودر صدره Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem دوغ دان ناق بان أي كأنه إز волчоқтарлық إسن دوغ волчоқтарлық كوكبون دردي جوهرق ليبوش بول صدق درة ياغر جمجدر كويس لما فيه تنجح در محندوش من الإيمان إيمانك والحكمة حكمتك يوقد أذكير ملطبش من شجرة مباركة بركة يولجوش جانخ أي من نور إبراهيم بيمريد يصموت النور وضرب المثل دال مثل تيغر بالشجرة المباركة بركة يولجوش جانت وقوله تندش يكاد زيتها يضيء تن زيت قرقدر سرد الحياة الآن ياخذ أي تكاد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم شو بيغمر القرقدر تبين للناس ناخا بالقلدان الآن قبل كلامه الله زيست خلاك هذا الزيت عليه بجدوج دوت شو زيت اختر صوفية تفسير ده وقد قيل الآن في هذه الآية وآية غير هذا يرضى انقضوا كما يرجع الله أعلم وقد سماه الله تعالى باسم وجدال في القرآن شحا في غير هذا الموضع يموت يوتش قبل موت كان نور النور أنت يحقيته وسراج منيرا سرد الجبل كيرم يعني فقال تعالى كمجدال قد جاءكم من الله نور شو الله هير نور دين وكتاب مبين belgul doğru kitap mubin yazmetki yeşil belgul doğ ya bağdar xastır belgul deştul yani şu açıbısınge ve qala taala daniyant inna arsalnak wa haruhita ve şahida teşvul çane ve mubashshira qabaq çane ve nadira qiram tosu çane ve da'iyan ila Allah Allah'ı davet çane bi ilni deyal kulmit deyal amrs ve sirajan qiram bol çane munira serduldur. ومن هذا أنرد قوله تعالى ودالوش ألم نشرح لك صدرك إلى آخر السورة سورة شقداوت ألم نشرح لك صدرك حناق حدك هون شير داديسيو شرح يهر وسع مع الوجد وسع شير دي والمراد موجود بالصدر ألسونا القلب دوغدا قال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس يعني شرحه وسم وجدال السنة دوغ شير داد بالإسلام وقال سهل بن عبد الله التستري زين يصل بنور الرسالة رسالة النرس وقال الحسن البصري زين يصل ملأه حكما وعلما بسوش دالة حكما علما ذات الساق نسخة جها حكمة عنده حكمة وعلما حكمة يالش ز مدرستر كويس قارك دوج ده حاقل
وقيل أن معنى المعنى ألم نطهر قلبك حدوك تندنزري أن حتى لا يؤذيك الوسواس وسوسته ينزيد الدوش ووضعنا عن من تيره قد أيدر الذي اشتقدرس أن قضى ظهرك حبوك بزبه قيل أنت ما سلف من ذنبك حاكم ويغر حال خارج يعني لوسن قبل النبوة فيمرك صلى الله عليه وسلم وحي دالح تقين وجه الله صلى الله عليه وسلم وين خيتش دوقين وجهات فيمري عليه الصلاة والسلام مقام مستوان بوشتول حسنات الأبرار سيئات المقربين يخش باب غلقس وقيل أن أراد لينت ثقل أيام الجاهلية جاهلية زامن دين وشكحة تسنى تلحتا يولجول خلوة تلحتا محتن لاطولش بعد يشخن دولجدول كرستل شركل منكرات جدش وقيل أن أراد ليس ما أثقل ظهره تنبوك بزبر من الرسالة رسالة حتى بلغها توز أدمش تقواش داس حكا والماوردي شو السلمي شو دي سادس وقيل أن أصمناك حضور بأوه كنويخ حضور بأوه ولو لا ذلك حضور والخنديسري لأثقلت الذنوب كنوج الله رك حبوك بزبر خبرين حكاه السمر قنديس دي سادس ورفعنا لك ذكرك حواه والإيداد وحون قال يحيى بن آدم وأنت يحيى بن آدم ابن سليمان الأموي وأزيوخ ملا علي قواريس رحمه الله تعالى شي شرحك أشتا إمام خفاجز نسيم الرياض يهردو شي شرحك تبغض وجين تحقيق لياتشا الشيخ نزار حماديس حفظه الله تعالى كذا في جميع ما وقفت عليه من نسخ الشفاء وخشفي مصدو نسخة تشكها سوتمل قاچا شوت اشتيوخ والأشبه درم أنه يحيى بن سلام أنا يالشي عنداشي تقوى جوخ يحيى بن سلام القاضي عيادو يجيز ديشخانة تو مصدر لارخاتشي جاي نغدسن تنجي بالنبوة بايه مرولتس يعني ما عندسي بايه مرولتس حواه الإيدياتو وقيل أن إذا ذكرت صحواه ويتش أو ذكرت معي حصول ثاني حواه ويكوين قول لا إله إلا الله محمد رسول الله يهدوش دقس قول رفعت عليه هو مبتدأ له هو أذن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله يهدوش دقس يعني لارخاتش مبتدأ خبر خوز قول بدل لارخا رفع لارخي شوش دسن سبقنا مولا علي القواريس شي شرح قال الأظهر در يقال أظهر در في قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني أظهر در كما في نسخة نسخة تجا اشتواش الرختر في قوله لا إله إلا الله وهو مجرور جرد كما هو الله يرزق بلغ الخضر اختر وقيل أن في الأذان أذان يعني دأسا قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه القاضي عياض هذا يرى تقريب من الله جل اسمه تي يزيوخ كنيك سو يسموش ديال جرى للنبي صلى الله عليه وسلم شي بايمر صوت ورده على عظيم نعمه لديه شينجرج تنشيدا بوجدولا دقية نعمتشته وشريف منزلته عند شينجرج وجود سيدوج موتينته وكرامته عليه شينتها تندولج دول سينته بأن شرح قلبه دالتنا دق شير درس للإيمان إيمان والهداية نسورة ووسعه دال شير لوعي العلم علم حلاتنا علم لوردنا وحمل الحكمة لها ورفع عنه صلى الله عليه وسلم دال شبي مننتير بأير ثقل أمور الجاهلية زامن بالخير تنتلحتا بول مح تنتلحتا دوزل عليه تنتلحتا دوزل لا يدر دال وبغضه شبي من صلى الله عليه وسلم لسيادها جاهلية زامن جاهلية زامن جها خندولج دول بورل قام درسن دال
Allah yerdir, ayıqulu ağlardır ve baggada siyaraha lahu yani. Yok, Mulla Ali Qari Şişaraka. Ve la'allahu izdolç oturdu min babil qalb. Ta ibarette qalb takkır babı ala qasdil mubalağat niyakti. Ve baggadahu dağlı li siyariha tujahiliyet zamanı buğrul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duam diye. Ve ma kânet aleyh cahiliye zaman Allah şinte hanır بظهور دين تندمنا على الدين كل مصدر دين اشته لقدالرس وحتى عنه تنتير دليق وحدة أعباء الرسالة والنبوة بايمرلن يلشخلرن مهن بختكم لتبليغه للناس ناخد شو تقواش الدول ما نزل إليهم تردوستر وتنويهه دال تندرج أيدرس بعظيم مكانه تسنى يحقج موتكس وجليل رتبة تندزج درجة ورفعه ذكره تحق نسخة ورفيع ذكره عند سياق طامبو جغد تسنى أيبن بول وخاصتمت وقرانه مع اسمه 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 دال شيء ترى تنتي خوترس قال قتادة يعني درس قتادة بن دعامة يا رجل تابعي ورقر رفع الله تعالى ذكره دال إصحاه والإيداد في الدنيا والآخرة دنيا تقيم التنشر فليس خطيب خطبة تجسسقوات ولا متشهد يا تشهد ديش سقوات يا شهادة طول سقوات ولا صاحب صلاة يلام زوت سقوات إلا يقول تو الله جمال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمر الآن أتاني جبريل عليه السلام جبرائيل الملك دير صوت فقال إن ربي وربك يقول سدا حدا خط تدري هون هوي كيف رفعت ذكرك هو ودا أزمشت إيدا قلت يا لرأس الله ورسوله أعلم يعني. قال يا لرسو إذا ذكرت صحاه وكان ذكرت هواه وقق معي صوتي قال ابن عطاء وأنت جعلت تمام الإيمان بذكر صحاه ورس إيمان قاتش خلر در أز معك هواه ورساني هواه ور سي هواه ورس أتر ثانية معندس وقال أيضا أنت جعلتك حوير أز ذكرا حاور من ذكر سي حاور فمن ذكرك حاور ذكرني سحاور أوز قال جعفر بن محمد الصادق وأن رحمه الله تعالى ورضي الله عنه لا يذكرك أحد بالرسالة تنسقه إلش خلر سحاور موات إلا ذكرني بالربوبية صديل خلر ثاني سحاور يجمر هو إلش وياهجه حخستج ملبوش زامن جه سخستوش بقش ديل وياخش سخستوش بقش وأشار بعضهم تحجر إشردات في ذلك تنجح إمام ماوردي وبعض تسين لوج وليوخ ملا علي القاري شرقا إلى شفاعة بقونك ومن ذكره معه تعالى يسخن وجدال أسباب صلى الله عليه وسلم شيت حواه ورغدق أن قرن طاعته بطاعته دال Paymara mutahılır sallallahu aleyhi ve sellem şin mutahılır xottır. Vasmahu bismi. Çünkü dağlı şiçarı xottır. Fakada yalırsu. Ve ati'ullaha Allah'a mutahıl ve Resul'ün elçin mutahıl. Ve aminu billahi Allah'a imdil ve Resul'ün elçin imdil. Facama'a beynehuma dağlı azze ve cel şini şi elçin yıkı cem'dir. Su ayetişke bivavil atfi atfan vavatı el muşerrike. معطوف عليه حكم جحا يقضي تجدون ولا يجوز مجلس جمع هذا الكلام حتى أختي بات قمي الجولدر في غير حقه عليه الصلاة والسلام ديل يلشن حق دوت شنجح ديل يلشن حق جامر حدثنا الشيخ أبو علي الحسين ابن محمد الجيانيس الحافظ لساتك فيما أجازنيه سوسون إجازة موجودة تشنجح وقرأته أزديشا على الثقة تشمي والشنتي عنه صور. السفر دياتش
شيء إجازة النقد حقيقة سوقس قمل سبقده تنقل خزا وشنته قراءة النقد ديشات أزوج هيسات أزوج قال سفيان حدثنا أبو عمر النمري قال حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو بكر ابن داسة قال حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم لا يقولن أحدكم شو تسمو الله ما شاء الله الله لينري وشاء فلان حنيحك لينري المؤلت ولكن هذا ما شاء الله الله لينري ثم شاء فلان حنيحك لينري دير المؤلت قال الخطابي الحافظ أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى إمام بخاري صحيحا حلق شخص دا شارعوك قباء ديز قبار لخشد خلق عالم سيقوك أرشدهم صلى الله عليه وسلم قيمروا الشيء أصحاب النسبر إلى الأدب أدبك في تقديم مشيئة الله تعالى يصمج دي الله الحل آخر على مشيئة من سوى أزواج الله واختارها أسخر جرسو از قوتشنلار بثم ياخذ حرفت التي اشت حرف درس هي شيء للنسق عطفني والتراخي عطف جحا يق يارني دو والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال يعني ابن مالك رحمه الله تعالى في الجواب خباء شرط بخير بيت ودائر بخلاف واو خلاف يوش التي اشتوى درس هي شيء للاشتراك دخل اشتراك دو شيء هي ترتيب يعطش يتراخي يعطش لمطلق الجمع دو يأتي في بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا يعني قبل شرط قاضي ويتوانيرس ومثل السند الحديث الآخر سياق حديث أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم قائم على حلقة خطبة شهترس فقال يا لرسو من يطع الله ورسوله الله تنئلشن متحقنسك فقد رشد نيسونو ومن يعصيهما تشنين عاسبا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قيمر يا لرسو بئس خطيب القوم أنت قم يعدوت أن خطبتيش أن ناخ شيطر حلقة وخطيب وحر قم حغت أن يرسو أو قال يا لرسو إذا دعوه قال أبو سليمان الخطابي زوخ يعني صوتن كره منه تنجر ديزن در پیغمبر صلى الله عليه وسلم الجمع بين الاسمين رسم الديالي شي شتس تقوليره بحرف الكناية حرف ثاني كناية حرف هذا هاء الضمير دس كوفي ونجا هاء الكناية يعني also بيشتم ضمير اسمي ويسو حرف متعلي حرف الكناية يعني also كوفي ونجا لما فيه تنجح در محضور من التسوية دل النبي صلى الله عليه وسلم نيسو وتر ومن يعصيهما يعني سؤال رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم تو نيس وراء پیغمبر صلى الله عليه وسلم تنجل ازديزن در أبو سليمان الخطابي والله بويبه قور تيجاو الخطابي واشقور إلى أنه إنما كره له الوقوف على يعصيهما يحجنته ستاخنوس تدشنته الستر ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم تنجل سديزاري وقول أبي سليمان أصح أبو سليمان الخطابي كان قول أصح ضيوخ مصنفه رحمه الله تعالى القاضي عياض لما روي في الحديث الصحيح صحيح دوش حديث قاديس بحندوش أنه قال سؤال أن ومن يعصيهما فقد غوى أن فقد غوى ده أن هنسو ولم يذكر سراوي سبحانه ننظر الوقوف از ستر از خطيب ستر على يعصيهما يحجنته تاقى إمام نووي رحمه الله تعالى قجتي بار بلغل وقت ازموتك إمام نووي شو طولج در قدر در إمام نووي شو يوخ عن شو حديثا شرحها شي مسلمي صحيح شرحها قال القاضي وجماعة من العلماء إمام
قاضي إيادو اشتعال من أخذ حنطابنو أن ديوخسو أبو سليمان الخطابي ساريو إنما أنكر عليه فإما صلى الله عليه وسلم خطيبا تأنكر وياير لتشريكه في الضمير الضمير جحا تشريك درا دلي عز وجل فإما رأيك صلى الله عليه وسلم تشريك درا المقتدي لخشخن ضمير للتسوية شيء تنلارغر تطرلارغر ومن يعصيه ما وأمره فإمره صلى الله عليه وسلم أمر دل بالعطف عطفت ومن يعصي الله ورسوله يعني تعظيما لله تعالى لكم ديال بيزور دوها بتقديم اسمه تديال في حلق يحقرسه كما قال في الحديث الآخر قضوا الحديث قال سؤال الرختر لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ليقول ما شاء الله ثم شاء فلان يعني أندرسوا والصواب نيسترم يوغ إمام نوويشو أن سبب النهي فإمره صلى الله عليه وسلم خطيب النهي دربحا أن خطبة شخلرده شأنها تاربوخ تارديقه البسط والإيضاح إش دارج دريه لدوز بولشانه إش بلغل دريه ده واجتناب الإشارات والرموز إشارات رموز غلور ولر بلغل خلديس خطبة شنتي بارقيت والدوش تبخلي شاهد زوجه ولهذا أصبح دوش ثبت سسادق في الصحيح دوش حديث قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمر خلر كان إذا تكلم بكلمة تحدوش سؤالة أعادها ثلاثة قد يهدو دور سوء لتوفى عقيدة الدوش وأما قول الأولين تحلق أنشار دوشتي القاضي إيازي أبو سليمان الخطابي قول سارفي أندر ومن يعصي ما أنا رسموش الله هاي تنباي مرايق صلى الله عليه وسلم تسوية تجوجو ضمير سو قولير بحندوش أندر سو يغر فيضعف بأشياء أزي إيشدو مسيخ حمسا منها سارغة أن مثل هذا الضمير السن ضمير قد تكرر أذكر ديانيني في الأحاديث الصحيحة صحيح دوش حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ديال إلشن دشخ كقوله صلى الله عليه وسلم ديال إلشن دشختر أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ويدخل درس قبل حديث بيمر صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان قهم شيء يخن وسجى إيمان المرزو قريوا جسن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما مسلم بخاري دي حديث ده أنس بن مالك ترى مما سواهما يعني ثم التشكيكون يا إذن يدوخت تاك وغيره إصبعتش من الأحاديث حديثة وإنما ثنى الضمير ها هنا التشكيل تسنية الضمير تسنية فيمر صلى الله عليه وسلم لأنه ليس خطبة وعظ حنيات التشكيل فيمر دي وسلم وصدال دي جوج قمال حيخ من خطبة تحت وإنما هو تعليم حكم أندر ده فكلما قل لفظه سنلفظ إزجا ميلدو شان كان أقرب قرقا خلص إلى حفظه حلاتك إز أندرك بخلاف خطبة الوعد حيخ من دي خطبة خلاف وش فإنه ليس المراد خطبة الله در حفظ أز أندر دات وإنما يراد الله الاتعاظ بها تنساني حيخ ميوار يوغ إمام نووي شيء مسلم صحيح شرقه وقد اختلف المفسرون تفسير عالم وأصحاب المعاني معنش تركوا يجبوز والعالم اختلاف في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي هل يصلون يا الراجع على الله تعالى والملائكة الله انتهى ملائكة اشتهى إن الله وملائكته ملائكة يصلون صلوة جديد على النبي بايمن انتهى أن يصلون يا خشوال جول ضمير بارز واو الله ملائكة كيرتجي يدوح الملائكة كيرتجي فأجازه بعضهم تحشر مقداتس ومنعه آخرون تحشر يختهات لعلة التشريك تيجي الله ملائكة تنضمير كها يقبختر دوم دير
وخصوا الضمير بالملائكة ملائكة سنقاستيتر وقدروا الآية as آية لا خاتر سو آية تقدير هذا سر إن الله يصلي وملائكته يصلون أن درس تا يصلي تاريخ كاتة إن خبر تاريخ كاتة وقد روي حديثات عن عمر رضي الله عنه حتى عمر صدق عليه الصلاة أنه قال سؤال عند عبيم صلى الله عليه وسلم دقل خاجو تهخ ويلخش خزر إذا تهخ غمي خس هدوغش إن شاء الله تهدو سد ويس إمام غزالي دولت هي علوم الدين يهدو جيد من فضيلتك عند الله هنجرك حدوش دوزل لغدق أن جعل طاعتك طاعته بسموش دالة هم متخلر شين متخلر لغر فقال دال أن ما يطيع الرسول يلشن متخلر فقد أطاع الله متخلر وقد قال تعالى لكن مش دال أن قل أعال إن كنتم تحبون الله نجح الله بيزشدلي فاتبعوني سنة درس يحببكم الله هذه الدش الآية إنشاء آية ترقص روي ديتات أنه بولخلر لما نزلت هذه الآية از آية دساجان قالوا تاريان غندر فيما صلى الله عليه وسلم دهل خنبوز بمشركون ربقش إن محمد يريد الله أن نتخذه وإزلاتر حنانا ديل وإزلاتر ملا علي القاريس رحمه الله تعالى حتى شرحك أي ربا لا رحمة يوخ أخيتمي والجول ديل يعني عندنا وقيل أن محببا دكوي زجان وقيل أن متمسحا به شيخ حقلش شيخ بركة يتش ومنه صادق قوله ورقة بن نوفل ورقة ابن نوفل دوش دار أساسا حين مر ببلال وهو يعذب بلال أصدقاء جاشان بلال عازب يقول شالح والله الله دومبو أز لئن قتلتموه بلال نجا واجوي أن أنتو أمية ابن خلف السوداء ماستخشيك لأتخذنه حنانا بركة يتش لاتك مو أز أي لأجعلن قبره تنكشدني دمت از موضع حنان أي مدينة رحمة من الله تعالى من ديالي أخيتم خبك أنا ستوس جو موتك فأتمسه به تشتم بارز الخيش بسو متبرك بركة يتش كما يتمسه بقبول الصالحين ديكش ناخ كشمش بارزش بركة يتش شلرة الذين أجبرش قتلوا في سبيل الله دال نرجع بابا من الأمم المادية حلال أمته فيرجع ذلك أسهم عارا عليكم ومصبة عند الناس راجعة إليكم ناخا جرجع شانت إحدولش ناخ شو مو مقدش ناخ شو يبرج شو بالين دال وقت الدشان زي ما عندوش إن محمد يريد الله أن نتخذه أزويلاتر حنانا ديال كما اتخذت النصارى عيسى فيما ديال صلاتر فأنزل الله تعالى مجداد واسترتاح قل أطيعوا الله متخل والرسول يلشن متخلان فقرن طاعته تعالى لكن مجدال شين متخل الخطر بطاعته صلى الله عليه وسلم فيغمر متخل رغم اللهم تان فترين وقد اختلف المفسرون تفسير عالم نباش في معنى قوله تعالى في الكتاب واسمه ديش معنى جحا سورة الفاتحة جحا سياخذ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم نيسجناقت نيستيعتوا أيخ شاشت ديك دابوش ناغته فقال أبو العالية والحسن البصري أنت الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم دال إلتشي وخيار أهل بيتي سنتن أهله ديك برجي وأصحابي سن أصحابي ديك برجي رضي الله عنهم ديك برج بيا خرج وو برج خنب بيا هردات وخيار ويا سار كوتست ثم سارش درز كوتست حال ده قطر إضافة ديك بولتن تن أهله ديك بولتن أصحاب جماعة دوجلس حكاه عنه مسار ديسات أبو الحسن الماوردي وحكى مكي بن أبي طالب يا سكنوق
وليت لغشر تقلق عالم سجوز تودي سات عنهما تشنخ نحوه السندر وقال سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم دال يوتشي وصاحبه أبو بكر وعمر تسنش صحابي أبو بكر وعمر يبا تمتشكي أنعمت عليهم يخشنس لوجبرش. وحكى أبو الليث السمرقندي شديسات دارسه مثله سندر عن أبي العالية يخشو في قوله تعالى ديال دشكي صراط الذين أنعمت عليهم يخشو قال يا لرسو فبلغ ذلك الحسن تقى شو أبو العالية زيانر الحسن البصري كاشر فقال يا لرسو صدق والله ونصح بقلير أس الله دون بؤاس نيستر دسو يانر وحكى الماوردي شو ديتات ذلك في تفسير صراط الذين أنعمت عليهم يهدون آية تفسير عن عبد الرحمن بن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ورقويس وحكى أبو عبد الرحمن السلمي ديتات عن بعضهم تاريخ حشاري في تفسير قوله تعالى ديل دشن تفسير فقد استمسك بالعروة الوثقى يهدون الآية آية تفسير فقد استمسك إذا توصل بالعروة الوثقى جاغت شدق أنه إذا العروة الوثقى يهدى محمد صلى الله عليه وسلم دالي وشوين وقيل أن الإسلام دازين وقيل أن شهادة التوحيد ديال سأونا شهادة دازين وقال سهل زين داري سهل بن عبد الله التستري في قوله تعالى ديال دشن تفسيرك وإن تعدوا نعمة الله ديال نعمة شو دقر دي أوت دي لا تحصوها سيل جيات شو نهجدو قال أنتو نعمته بمحمد صلى الله عليه وسلم بايغمر ويتر ساني دال وجدو ديك داسي وقال تعالى وجل وزي وفقا وجدان والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق بقدر دحجبين وصدق به بقدر أولئك جاء هم المتقون ديال خيرش برجبو إجاهة الآيتين شآية تقش أكثر المفسرين دخل والتفسير عالم نخا على أن الذي جاء بالصدق إسبقوا يحجبين هو محمد صلى الله عليه وسلم محمد وأن رأي يوجبه قال بعضهم ساشانيات وهو الذي صدق به الصدق به يغر أزوى وقول ديشات صدق يعني بالتخفيف وقال غيرهم كشاريان الذي صدق به يخرج المؤمنون امدلارجبه بقدارش يخرج امدلارجبه وقيل أبو بكر وتقلوجه وقيل علي وتقلوجه رضي الله عنهما وقيل غير هذا أصدواتر من الأقوال تفسير عالم من أقواله وعن مجاهد رضي في قوله تعالى ديال دشجه ألا بذكر الله تطمئن القلوب نخزلش ديال هافورت ديك مش تمفول يخرج دوله تدال دشجه قال مجاهد يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه محمد سيتن أصحاب رضي الله عنهم خلج تنبؤس أشهاه برس الله هو القرآن الفصل الثاني شو دور الفصل في وصفه تعالى له صلى الله عليه وسلم اسمه وجدال سباي مرة كستر قال بالشهادة استشفى ويترس وما تعلق بها تتيش اللي خطا جنس من الثناء خاص والكرامة ليغ قال الله تعالى لطم وجدال أنت يا أيها النبي هي بيمر إنا وآخر أرسلناك وقتا شاهدا تشبه شالي ومبشرا قبق شالي ونذيرا قيرم تصد شالي وداعيا إلى الله أدم تديك شالي بإذنه الله أمرت وسراجا منيرا سرد الدجكيرم بول شالي جمع الله تعالى له صلى الله عليه وسلم اسمه وجدال بيمر في هذه الآية وهو آية ضروبا من رتب الأثرة سجو سجق داتسقاشتش سجو شين خرج دولش ديكن درجة تي بار درجة قولش سندال وجملة أوصاف من المدحة مقورن دق كتاش فجعله دال أزبر شاهدا على أمته شي أمة تهتش لنفسه شين تشبر أزدال بإبلاغهم توتارج الرسالة دال دل دوجة رسالة تخواشترس وهي بايمر ديال سلام قلتن شين تشخو قولش قولي من خصائصه صلى الله عليه وسلم
ديل إلشن خصائص دس ديل إلش واتر شين تيشلين مقوى قصايق وات ومبشرا لأهل طاعته شين متعبوشا كبوكش ونذيرا لأهل معصيته شين عاصبوشا قيرم توسش وداعيا إلى توحيده وعبادته شي ساورك شي عبادتك أدم تديخش وسراجا منيرا سردلوش كيرم بوش يهتدى به نيس وجه تلتاني قاتش للحق للحق يعني ألس بغضوشنك للحق يعني ألس الحق تعالى بسخون ديال الله شوتمو حدثنا الشيخ أبو محمد بن عتاب رحمه الله قال حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد قال حدثنا أبو الحسن القابسي قال حدثنا أبو زيد المروزي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن العاص وعى عبد الله تنيس ولرسو رضي الله عنهما دارسل عبد الله أتندان عمرو بن العاص فقلت يا الله أخبرني خبر دوتوسك عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم دال إلشن كتسغ فقال يا الله أجل دوتد والله الله دون بقاس إنه زاد موصوف شن كسلموس في التوراة توراة شها ببعض صفته في القرآن قرآن شحتن دوج دوس حدو كساشت دال يوخ توراة شها قرآن شها أدرختر يا أيها النبي هي بجمر إنا أرسلناك أخوه تاو شاهدة تشغل شحالة ومبشرا قبق شحالة ونذيرا كيرم توس شحالة تيك أقاد شوز قرآن آيه مدري دادو دجدر توراتي لفظ وحرزا للأميين ديشن بوز وعربشت حرز جلوربر تان غاب أنت عبدي سليوة ورسولي سئلشوة سميتك حوتي قياس المتوكل الله انت بول بقجوان ليس بفضل تمخر واتش ولا غليل شواق واتش ولا سخاب في الأسواق بادرش كمحبط تجواتش ولا يدفع بالسيئة السيئة ووج غلقت شندا غلق يخطوه جواتش ولكن سبقت يعفو ويغفر قنتير والش يشتش ولا يقبضه الله تعالى الله اتسني شقيلي اتسقواتس شقيلي وزقواتس حتى يقيم به دالتسنس نيستلت الملة الأوجاء قلدان دولج دول دين ويقول سار آلرس لا إله إلا الله ويفتح به دالتسنس ديلت أعينا عميا بعزي دولج دول بعرقش وآذانا ثم قر دولج دول درقش وقلوبا غلفا قيلا دولج دول دقمش وذكر مثله أسند هذا عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار دار سلطان عبد الله بن سلام الصحابي وروي كعب الأحبار تابعي وروي وفي بعض طرقه سنة حضر ناقش كهذا عن ابن إسحاق محمد ابن إسحاق ترخ دار سلطان ولا صخيب في الأسواق بادرش كمهبط تجواش ولا متزين بالفحش إيش غلق ثاني كتي واش ولا قوال للخنا توم باتش دول إيش قمل دج واتش وسدده تنيات طلباس بالنسبة جوال لكل جميل خزم اللوشن وأهبوا له تنوداس كل خلق كريم إزدي ملوج خزغلق ثم أجعلوا السكينة تحق تنبباس لباسة تندوهر والبر ديكل شعاره تنعاده تنغلق والتقوى قيرر ضميره تنشهي والحكمة حكمة يدر معقوله توكيد تشدر والصدق بقلير والوفاء جعل قاتشر حق قاتشر طبيعة تندير وعمل والعفو قنتير ولر والمعروف ديكدر خلقه تنغلق والعدل نيسخو سيرته تنسيرت والحق بقدر شريعته تنشريعت والهدى نيستر إمامة إمام والإسلام إسلام ملته تندن وأحمد أحمد اسمه تنتي أهدي به تنساني أدم نيستر داز بعض الضلال أدم طولدن شلطها وأعلم به تنساني أدم علم الداس بعد الجهالة أجي علم دوات أجي جهل شعلية شلطها وأرفع به تنساني تن أمه إيد الداس بعد الخمالة تن أمت ناها دوزش دوش سخيتجي أزي خنجو دها وأسمي به تنساني تيوخ تجيئة سنتيح بازداشان بعد النكرة نكرة شنتي براشي نكرة هي ضمة تساليشي
كافة ساكتش نكيرها ألشي تن أمة تصدوز شخنش وطيها وأكثر به تنتاني بعد القلة كزك خنش وطيها كزك دوج دو هم حدوك دداس فيها ديال تنبركة تتاني كزك هم حدوك دداس وأغني به تنسباغي ببأس بعد الأيض قي خنش وطيها وأجمع به تنتاني نخ قوب بعد الفرق أستا خنش وطيها وأؤلف به بين قلوب مختلفة باش دور ديج مشتكي إير بيزن ببأس وأهواء متشتتة داي هيدان دول دير بيزن مشتكي وأمم متفرقة كأستا دول أمة تشتكي وأجعل أمته أمة الداس خير أمة إقردك دول أمة أخرجت للناس أدما لهتن بوتي آدقة. وفي حديث آخر حديث قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلجنو تولديسر عن صفته في التوراة توراة شها شي دوش كسخ دا اليوخ يعني عبدي صلي أحمد المختار خرجاول مولده أزر معه وموتك بمكة مكة ومهاجره هجرة دول موتك بالمدينة مدينتي أو قال يالرس طيبة يعني مدينة طيبة والله مهندي أمته أمة الحمادون لله الله خاص بشبرجبه على كل حال مصدر شعانته. وقال الله عز وجل سمجدان الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية تنشئ آية ترقش وقد قال تعالى دان فبما رحمة من الله لنت لهم الآية آية ترس قال السمرقندي شو ذكرهم الله تعالى منته سمجدان تانا شي دادوش دو ديك دقديتر شي دادوش دو ديك هاديتر ساقدال أنه جعل رسوله شيء إلشدا وياخذر رحيما قخيت ميوش بالمؤمنين إمدلاش ناخذ رؤوفا قخيت ميوش دوغلوز جوش لين الجانب أو كادوش ولو كان أسخن ولادي فالله إمخر خشينا غرغولش في القول دوش آلركه لتفرقوا من حول تنقولنا عليه بان غبرش لكن سبق جعله الله تعالى اسمه وجدال أزير سمحا كمرش سهل أهتولش انجي واتش طلقا يحيي وش برا ديك وش لطيفا كادمز وش صلى الله عليه وسلم هكذا اشتقاله الضحاك وأندس الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني وقص باقي الشقوقة وقال الله تعالى دانيا وكذلك جعلناكم شدرء أمة وسطا ازدي أمة تكردوا أمة لتكونوا شهداء على الناس ناخن تهتيشش ويكون الرسول يلتقوش عليكم شانت شهيدة تش قال أبو الحسن القابسي زين أبان الله تعالى واسمه وجدان فضل نبينا صلى الله عليه وسلم ويبايغ مريد دوزل وفضل أمته تن أمتي الدوزل بلغ لقر بهذه الآية وهو آية في قوله تعالى ديال دشي يحيى في الآية الأخرى قدش آية قحدل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس يخجل هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس يخجل آيتك وكذلك اشتقوه تعالى ديال دش فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يخجل الآية دقس وقوله تعالى لتم ديال دش وسطا يخر أي عدلا خيارا ديكغدو نيسو يشلو ومعنى هذه الآية وهو آية معا وكما هديناكم شو أنيستر فكذلك خصصناكم شو قواس دروخ وفضلناكم شو ديز دروخ بأن جعلناكم شو درس أمة خيارا ديكغدو أمة عدولا نيسو يش لتشهدوا للأنبياء بايغمرشت واشتيشل ددوش على أممهم شيء أمة تشته ويشهد لكم الرسول شان أقيلتنو صلى الله عليه وسلم تيشل ددوش بالصدق بغليرس قيل أنت إن الله جل جلاله اسمه وجدال يرد أن حديثك حضور قيل يا خير صيغة التمريد دق إيشا دقيق أمال أن خيط تلتون يا أخوة يرد أن القمال حضور أن حديثك حضور أمال دير إن الله جل جلاله اسمه وجدال إذا سأل الأنبياء بايمرش قوان قيمتنا خياتك هل بلغتم
شاش تدلار تقواش ديري واج يعني فيقولون صار أد نعم يعني قواش ديري فتقول أممهم صار أمة أد ما جاءنا طوبيومات من بشير يقبح جوار ولا نذير يقيرم توس جوار خارتو يوسجي صار شوية بايغمرش قلب ترخني سيجي بس هو وجدال تو بايغمرش خوات الد تيشش بريشن يعني سيجي تو بايغمرش أدى عليه الصلاة والسلام بر هي بس هو ديال تهر زامن جها محمد بايغمر ويترعى تن أمة القرآن دوستير تو قرآن شو حديث رأى بس هو وجدال توني أكاني يقي خندور ده هم أخاي تبليغ داخلر أكارت وخاش داخلر تيجي بس هو وجدال بايغمر صلى الله عليه وسلم أمة اللي هد تيشلين بايغمر أمة تو بايغمرش دادوش ده تيشلين سدال إش بايغمرش بقى إش أمتش كل دتا تو أمتي بايغمر أمتي تيشلين سدال إش بايغمرش بقى سمير لتكونوا شهداء على الناس يغدال شو مصبوجنا تيش خدول ويكون الرسول عليكم شهيدا أي يلش شان تهتش خدول ويبايمر صلى الله عليه وسلم تعني تيش اللقاء حشت وقت بايمر شي وشي أمة تهتش سمير بايمر ودي أصلا وقت الخطبة الوداع ديش كان هار جملة شي عمل ليش كان ألا هل بلغت يعني خاطرتو اللهم نعم يعني أمة جبتاج اللهم فشد يعني والله بايمر ودي أصلا هذا الدال حتى شو يعني فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء بايمر أمته بايمرشت تيشل ضد ويزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم أوي بايمر صلى الله عليه وسلم شي أمة تيشل مقدد يعني تيشل دش دارج مشت تيش مقدش سهل خلميزي بايمر صلى الله عليه وسلم شي أمة مقدد سهل تيشل مقش خلر ثاني وقيل معنى الآية وآية معنى أنكم شو حجة هذا على كل من خالفكم شو أن دخل ملبان جنته والرسول أي إلش صلى الله عليه وسلم حجة عليكم شو أنت حجة عنده حكاه السمرقندي لسات وقال الله تبارك وتعالى وقم وجران وبشر الذين آمنوا إن الله شك بقى أن لهم تان خلق قدم صدق حلقي عن بقوا عند ربهم شيء دلقر وقال قتادة والحسن وزيد بن أسلم قتادة الحسن البصري زيد بن أسلم وأن قدم صدق يخشرون هو محمد صلى الله عليه وسلم محمد بايمر وزي يشفع لهم سان تيشو ضده وعن الحسن البصري دي أيضا أشت هي مصيبتهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم بايمر ديال قيل تعبير زرسة تو أمة قاچ بولج بول بال بس بايمر ديال سام بولتنا ديال قيل دعويزا تو بايمر هيجش أمته أوزج بولج بول بال بس هوش دال استعمل لارخا دال تو عمل ثاني ديال أبيبوش وعن أبي سعيد الخدري وديسار ديال أسواتنا هي شفاعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم تعرف بايمر محمد ديال دوج دول تيشل داس هو شفيع صدق عند ربهم دال جرجة سان حق والجول بق والجول شفيع وز وقال سهل بن عبد الله التستري زانت هي سابقة رحمة حال بين أخيه تنبأس أو دعه الله بس وجدال بس أخيه تم تشب الله في محمد صلى الله عليه وسلم شبه محمد وقال محمد بن علي الترمذي زانت هو إمام الصادقين بقلو شار إمام والصديقين تخبقلو شار إمام الشفيع شفاعة الدروس المطاع شين متحقور شو شفاعة الدروس هو جدار شفاعة شخص الديار والسائل اسمه دالير ديه الدروس المجاب اسمه جدار شو دي خانشين جود الدروس محمد صلى الله عليه وسلم محمد وس حكاه عنه طور لسات السلمي شو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد